اخواتي اللي وحشوني، مساء الفل عليكم. عندي رساله جاي اقولها للناس. انا بكل كل الاحترام لكل الناس، سواء بقى جماهير اهلي وجماهير الزمالك، والحمد لله الناس اللي بتتفرج علينا هنا من فتره، يعني عارفه العبد لله هنا كلمه الحق دايما على لسانه وما بيخافش من حد. فانا شفت بعض كلام جماهير الاهلي او الكومنتات اللي كتبتها الناس على حلقه امام عاشور. لقيت في ناس بتقول لي انت محروق، لقيت في ناس بتتهمني ان انا بزور كلام، لقيت ناس بتدخل في اعراض. انا مش فاهم. امام عاشور النهارده لعيب كوره ولا هيضيف للاهلي شيء، والاهلي من غير امام بياخد افريقيا، والاهلي من غير امام بيروح كاس العالم للانديه، والاهلي من غير امام بيعمل كل حاجه في الكوره. امشي معايا واحده واحده. لعيب كوره ماسك جمهورين، تهزيق بمعنى كلمه تهزيق. لعيب كوره النهارده بيتغرم مليون جنيه من راجل مدير كوره محترم، مدير كوره عارف هو يعني ايه بيحكم. مدير كوره رجع كهربا من الامارات لمصر لما كهربا جه جسه، ما الدنيا كانت مع خالد بيبو زبادي في الخلاط. فاول ما جه محمد رمضان كهربا قال لك اما جس الدنيا كده نشوف محمد رمضان ده دنيته ايه. من راجل طصه مليون جنيه، ما علينا ان المليون جنيه اتشالت لان طبعا الاهلي خد السوبر، ولو الاهلي ما كانش خد السوبر كان ممكن كهربا يرجعوا من الامارات يمشوه يستغنوا عنه. فالمكسب قلت لك بيداري حاجات كتير. ففي حته انك ترجع لعيب من معسكر من الامارات لمصر في طياره لوحده، لا. فانا اقول لك تعظيم سلام. فالراجل ده محترم، زي ما بتتكلم على الوحش اتكلم على الحلو. انا لا بطبل ولا بخاف من حد، واللي على لساني بقوله. لعيب اتغرم مليون جنيه امبارح بسبب مشكله ما ايا كان هي ايه. ما هو ايه الفكره ان انا اغرم لعيب مليون جنيه؟ انت متخيل اللعيب ده عمل ايه؟ مليون جنيه دول يشتروا شارع. مليون جنيه دول تمن 5-6 لعيبه في دوري المحترفين. مليون جنيه دول بتمن 5-6 فرق في دوري الممتاز به. مليون جنيه اللعيب بتغرم مليون جنيه يعمل ايه؟ انت متخيل؟ انا لا عمري شفت ابو تريكه، ولا عمري شفت حازم امام، ولا عمري شفت ناس اساطير كوره، ناس بقى كانت بتكلم الكوره، عمري لا شفتهم اتغرموا مليونات، ولا ناس راحت افراح بعد ما اتغرمت. الاهلي كان بيخسر تلاقي حاله ندب في كل بيت لعيب من الاهلي. الزمالك كان ينغلب الجماهير بتنزل تضرب اللعيبه. ولك ماتش الافريقي، ولك جماهير الاهلي لما نزل ضربت حسام غالي. فدي كانت الكوره. اللي احنا فيه تدليس، اللي احنا فيه ضحك على الدقون. ناس اتعاقدت مع امام عاشور خايفين لا يرجع الزمالك والزملكاويه يحفلوا عليهم بحجه ان الراجل زملكاوي ومش عارف يتاقلم في الاهلي. طب اما هو زملكاوي يا حبيبي راح الاهلي ليه؟ غنى امام عاشور يا رايق البت بيضه بتتضايق ليه؟ طب لما امام اهلاوي من صغره وشاف مع الاهلي كل عز وخير، وشاف مع الاهلي البطولات اللي قال لك انا كنت بحلم في يوم من الايام ان انا العبها، ان انا اروح كاس عالم انديه. بيعمل ليه كده؟ بيعمل ليه؟ ملهاش مبرر. ده امام بيتمرن منفردا، ده امام غاب عن الاهلي بدون اذن الاهلي. بدات تبقى فيه وش. لو نزلت طابونه هتلاقي الناس بتتخانق مش على العيش، على امام عاشور. لو دخلت الحمام هتلاقي العفاريت جوه بتتخانق مش هيلبسوك ازاي، بيتخانقوا على امام عاشور. فلاعيب كوره ماسك الفرقتين من ايدهم اللي بتوجعهم. ما هي الناس بتدلس، ما هو بيطلع يرتكب النصيبه والناس تشتغل نفسها، بيعملوا مش شايفين. واقسم بالله حاجه لا تطاق. ناس تطلع تقول لك اصل من يوم ما جه الاهلي هو بطل يغلط، وناس زملكاويه تقول لك
هو عندي يوم ما عمل مشكله كان شاتم الاهلي. يعني هو انت فرحان انت وهو ان لعيب بيطلع يشتم نادي مثلا بحجم الاهلي، ان لعيب يطلع مثلا يعادي جمهور بحجم جمهور الزمالك وامام عاشور يا رايق البت بيضه بتدق؟ هي دي الكوره؟ ما هو هي دي، ما هو انتوا ما ترجعوش تزعلوا، ما ترجعش تزعل ان لعيب بيلعب بيك. ما هو بيلعب النهارده بيك يا حاج، صباح الفل. ما هو انت حضرتك طالع بتدلس، ما انت طالع بتشتغل نفسك. انت عارف ان اللعيب عامل جنايه بتميز نفسك. ما هو الراجل غلط في راجل محترم في مقام ابوه مدير كوره اسمه كابتن محمد رمضان، طالع يقول لك في ستوريز ده الراجل كرهني في الشهر الكريم. ده احنا كمان بقينا بنتريق على الدين. مش في ناس بتطبل؟ هو مش في ناس بتطبل له؟ برافو عليك، ده اهلاوي. ده بص قال ايه، ده العقاب هنا غير اي عقاب تاني. والزملكاويه بص امام راكبهم ومدلدل ازاي. طب امام عايز ايه؟ انا مش فاهم. يعني امام عاشور النهارده هاتوه، انت يا ابن الحلال عايز ايه؟ انا عايز افهم انت عايز ايه. انت اهلاوي وحياتك بقت في الاهلي يا ابني، كمل. ده محدش هينفعك، ولا انا ولا الزمالك ولا غيري. ده اكل عيشك، ده حياتك. تتغرم مليون جنيه وراح ترقص؟ طب انت زملكاوي وعايز ترجع الزمالك ولا الموضوع؟ اطلع قول لهم يا جماعه انا مش عارف العب، انا كنت بضحك على نفسي، انا راجل زملكاوي حتى النخاع، انا عايز ارجع الزمالك. انما صاحب بالين كذاب. امام عاشور خد الكلمتين دول ليك. ايامه معدوده في الاهلي، وهقول لك للمره المليون ايامه. انا مش بحفل يا ابن الحلال، انا مش بحفل عليك، يا اله الا الله. الناس بتفكر الكلام ده ان انا مستني امام يرجع الزمالك عشان امام يجيب لي افريقيا. ما هو امام كان عندي وما خدتش افريقيا يعني. ما هو امام كان عندي وكان بيقعد احتياطي. فانا بقول لك كلام بعرف الكوره. الاهلي هيبطل امام كوره، افتكر كلامي. الخسران الوحيد في الليله دي هو اللاعب. الاهلي هيجيب بدل امام 100,000 امام، والزمالك هيطلع بدل امام 1,000,000 امام. الكوره كل يوم فيها جديد. لان ابو تريكه بقى ما كانش حد جه زيه، لان حازم امام ما كناش طلعنا غيره، كنا قفلنا الكوره من يوم ما الناس دي اعتزلت. هو مش ابو تريكه ده وعماد متعب وفلافيو جه مانويل جوزيه في يوم من الايام عشان عاقبهم قعدهم احتياطي في ماتش في التلج والناس كانت لابسه جواكت حد يقدر ولا كان استجرى اتكلم؟ لان ما كانتش فيه الهريسه دي اللي دايره دي. اسمها كنافه الكنافه. ناس غالبها النوم، ناس ما عندهاش كوره تشتغل نفسها، ناس بتدلس للاعيب كوره راكب الجمهورين. الا من رحم ربي، الا في بعض ناس اهلاويه تقول لك انا كنت رافض رفض تام ان اللاعب ده يجي الاهلي، وناس زملكاويه دلوقتي تقول لك ما يرجعش، لو عمل ايه ما يرجعش الزمالك. ما هو زي ما غلط هناك فيهم غلط فيك وقال لك امام عاشور يا رايق البت بيضه بتدق وشغل الافلامانات ده. فاحنا هنا مش عارفين مين صح ومين غلط، مين هيقول للناس الكلام الصح. انا راجل مؤمن بفكره، اللي انا قلته انا مؤمن بيه. الاهلي لا هيتاثر بغياب امام عاشور ولا الزمالك اتاثر بغياب امام عاشور. لعيب عادي وصباح الفل سنه ولا اتنين وهتلاقي في 5 6 طلعوا امام عاشور، والكره في كل يوم فيها جديد، والاهلي ياخد افريقيا والزمالك يلعب كونفدراليه وياخدها ونلعب سوبر افريقيا. ما هي دي الكوره. انما اللي انا شايفه ده تدليس. ناس كبيره ومهزقه، ناس كبيره
ماسكه او قاعده بتتحكم في جماهير بحجم الاهلي والزمالك، الناس بتاخد على قفاها وبتعمل نفسها مش شايفه. وعيب، عيب اما نادي بحجم الاهلي والزمالك عمالين يجروا ورا لعيب ويقول لك انا هربيه، واللي يقول لك اصل عمره ما عمل عندي مشكله. لا خلاص، هو اللعيب مسك الفلوس ومسك كل جماهير من ده اللي بتوجعها. لو جماهير الاهلي اتكلمت هرجع الزمالك، لو جماهير الزمالك قاعده مستنيه ان انا هرجع، لا ده انا بلعب في الاهلي. اهو ده الرد هنا والرد هنا، فانت مش عارف انت عايز ايه. فمحدش يقول لي راجع الكلام اللي انت قلته، ولا حد يقول لي اصل امام حرقك. لا، امام مش حارقني، امام مش حارقني ولا عمره هيحرقني، بس انا بشجع نادي مش بشجع لعيب كوره. فلو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. وانا بتاسف لكل الناس اللي فهمت الدنيا غلط، ممكن واحد فهم وجهه نظر غلط فانا طلعت وضحتها للناس. مش عيب، مش عيب انك توضح فكرتك ايه، مش عيب انك تقول كان ايه في دماغك. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنونا في مباراه بكره بعد ماتش الاهلي على طول.